تخيل لو جيت قلتلك ان في وصفة سحرية هتخليك تعيش لأكتر من 100 سنة وكأنك في عمر ال20. يمكن تشوف ان كلامي مبالغ فيه شوية. طيب ولو قلتلك ان في 2400 شخص في العالم بالفعل جربوا الوصفة دي ونجحت معاهم؟ اهلا بيك في فيديو جديد على لوجيك بلس، ولو كنت اول مرة تشوفنا اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. سر الوصفة اللي هكلمك عنها النهاردة موجود في كتاب اسمه إيكيجاي للمؤلفين هيكتور جارسيا وفرانسيس ميلرز. هاياو ميكازاكي هو رسام ياباني، وهو اللي أنتج أشهر الرسومات المتحركة في العالم واللي أغلبنا شافها في طفولته. ميكازاكي أنتج كل الرسوم دي بالطريقة التقليدية عن طريق الرسم على الورق من غير لا برامج ولا كمبيوتر، ورغم التقدم التكنولوجي كان بيخلي فريقه بالكامل برضه يرسم بنفس الطريقة التقليدية على الورق. حتى في أيام أجازته كان بيروح الاستديو ويقعد في المكان بتاعه ويفضل يرسم وكأنه في عالم تاني، وفضل على الحال ده لحد ما وصل لسن التقاعد، واللي كان سنة 2013. وبعد يوم واحد من التقاعد اتفاجئ الموظفين بأنه داخل عليهم وقعد في نفس المكان بتاعه وفضل يرسم كالعادة. وبعد سنة من التقاعد أعلن بأنه مش هينتج أفلام متحركة تاني، لكنه هيفضل يرسم لآخر يوم في حياته. ميكازاكي كان من أحد الأشخاص المحظوظين اللي اكتشفوا سر الإيكيجاي، وده السر اللي خلى المؤلفين فرانسيس ميلرز وهيكتور جارسيا يعملوا رحلة لجزيرة أوكيناوا باليابان، وتحديدا في بلدة أوجيني والملقبة ببلدة العمر الطويل. البلد دي عدد سكانها ما يتعداش 3000 شخص، وفيها أعلى متوسط عمر في العالم. والغريب إن مش بس كان عمرهم طويل، ده كان كمان بيعانوا بشكل أقل من الأمراض المزمنة اللي بيعاني منها معظم سكان العالم، زي أمراض السرطان والسكر والضغط وغيرها من الأمراض التانية. المؤلفين لما وصلوا الجزيرة قالوا إنهم قابلوا 20 شخص أعلنوا بكل فخر إن أصغر واحد فيهم عنده 83 سنة، وكانوا وقتها بيحضروا العمل احتفال لسيدة تمت 99 سنة. وكانت الحاجة الغريبة اللي لفتت نظر المؤلفين إنهم أثناء الاحتفال فضلوا يغنوا ويرقصوا وكأنهم شباب في سن 20 سنة. وبعد الاحتفال ما خلص لعبوا لعبة رياضية شعبية مشهورة عند أهل الجزيرة، لعبة فيها حركة ومجهود. والغريب إن كل اللاعبين خسروا قدام سيدة مسنة عندها 104 سنة، واللي فضلوا يحيوها بمنتهى الحماس بعد فوزها. فعايزك تتخيل كمية السعادة اللي الناس دي بتعيشها. ومن شدة إعجاب المؤلفين باللي شافوه عملوا بعض المقابلات مع بعض المسنين وسألوهم انتم ايه احساسكم وانتم في السن ده؟ فرد واحد منهم وقال انا عمري 80 سنة وحاسس ان في سن الشباب وقدامي حاجات كتير عايز احققها. والسؤال هنا، ايه اللي يخلي مسن في عمر ال80 يقول الكلام ده؟ ممكن حد يقول والله الكلام ده شيء طبيعي، يعني ناس عايشين في جزيرة وسط الخضرة والطبيعة والهواء النقي بعيد عن التلوث والأوبئة والمجاعات والحروب، فايه اللي يخلي أعمارهم ما تطولش؟ هقولك معاك حق، بس خليني الأول أقولك معلومة عن الجزيرة دي. جزيرة أوكيناوا من أكتر المناطق اللي تعرضت للقصف خلال الحرب العالمية التانية، كانت ساحة للمعارك بمعنى الكلمة، اتسببت في قتل ناس كتير وعاش أهلها في مجاعات ونقص في الموارد. ورغم كل ده قدروا يتعافوا من جديد، وده بسبب إن سكانها قدروا يكشفوا سر الحياة الطويلة، والسر ده هو الإيكيجاي. سكان الجزيرة بيقولوا إن السر ده هو اللي بيخليهم يصحوا كل يوم عندهم الدافع إنهم يحققوا أهدافهم، وبرضه هو السبب اللي بيخلي صحتهم كويسة وعمرهم طويل. الدراسات العلمية بتقول إننا وخلال 100 سنة فاتت زاد متوسط عمر الشخص بنسبة 3/10 حول العالم. بس إيه اللي ممكن يحصل لو توفرت طريقة يزيد بيها متوسط عمر الشخص لسنة كاملة؟ وعشان أشرح لك الموضوع أكتر هديلك مثال. تخيل لو في يافطة من بعيد في المستقبل ثابتة ومكتوب عليها رقم بيمثل عمرك لحظة وفاتك، وكل سنة انت بتعيشها بتقرب من اليافطة دي شوية، وبمجرد ما توصل لليافطة خلاص بيكون عمرك انتهى. طيب تخيل لو اليافطة دي أرنب هو اللي ماسكها في المستقبل، وكل ما يعدي عليك سنة هو بيتحرك للمستقبل نص سنة. أكيد بعد فترة هتوصل للأرنب وبالتالي هيكون برضو عمرك انتهى، بس بعد فترة أطول شوية. طيب ايه اللي هيحصل لو الأرنب بدل ما يمشي نص سنة بقى يمشي سنة كاملة؟ يعني انت بتتقدم في العمر سنة والأرنب بيتقدم في المستقبل سنة. ده معناه بمنتهى البساطة ان عمرك ما هتوصل للأرنب أبدا، وبالتالي هتعيش للأبد.
وطبعا ده مثال افتراضي، بس السرعة اللي بيمشي بيها الأرنب للمستقبل هي الطريقة اللي احنا محتاجينها علشان نهرب من الشيخوخة ونعيش أكبر فترة ممكنة في المستقبل. والطريقة دي من وجهة نظر المعمرين في الجزيرة هي الإيكيجاي. الكتاب طول الوقت بيأكد على إنه لازم يكون في سبب نعيش علشانه، مش حلم ولا أمنية، لأ، هدف دايما بنسعى له. في دراسات اتعملت على بعض المرضى النفسيين لقوا إن 55% بيعانوا من الفراغ، والفراغ ده أزمة نفسية بيدخل الشخص بسببها في حزن واكتئاب، وده غالبا بيكون سببه لما الشخص بيفقد حاجة غالية عليه وبشكل مفاجئ. وهنا بيقترح الكاتب استخدام علاج مورينا، واللي ابتكره طبيب نفسي ياباني اسمه شوما مورينا من أكتر من 80 سنة، ولحد دلوقتي بيستخدم في اليابان. العلاج ده بيستمر من 15 ل 20 يوم، وبيتقسم على 4 مراحل بس. المرحلة الأولى هي مرحلة العزلة والراحة التامة، وبتستمر من 5 ل 7 أيام. بيدخل الشخص في غرفة منعزلة تماما ومش بيقابل أي شخص، ومفيش لا موبايل ولا تلفزيون ولا كتاب ولا أي حاجة. بيقعد مع نفسه يراقب أفكاره ومشاعره، ولما بيوصل لمرحلة الزهق والملل كده بيكون جاهز إنه يتنقل للمرحلة التانية. والمرحلة التانية برضو بتستمر من 5 ل 7 أيام، وفي المرحلة دي بتبدأ تمارس أعمالك وتنجز مهامك في صمت تام، زي مثلا الرسم أو المشي وسط الطبيعة والتأمل. ومن ضمن المهام اللي لازم تعملها في المرحلة دي إنك تكتب يومياتك والمواقف اللي بتحصل لك، وكمان المشاعر اللي حسيت بيها، وكل ده طبعا من غير أي كلام، إلا لو الأمر استدعى إنك تكلم طبيبك النفسي بس. وبكده تكون جاهز للمرحلة الثالثة. وفي المرحلة دي بتبدأ تتواصل مع الناس وتتكلم معاهم مع احتفاظك بنفس المهام اللي بتعملها يوميا، بس هتضيف عليهم مهمة تقدر تخرج بيها طاقتك. يعني على سبيل المثال دكتور شوما مورينا كان بياخد المرضى بتوعه ويطلعوا الجبال ويخليهم يفرغوا طاقتهم في قطع الأخشاب، وبعد ما تنتهي المرحلة دي بيكونوا جاهزين للمرحلة الرابعة والأخيرة، وهي اللي هترجع فيها حياتك زي ما كانت قبل فترة العلاج، تمارس حياتك بشكل طبيعي مع الاحتفاظ بممارسة التأمل والبحث عن إيكيجاي جديد، وهو دافع يخلي عندك أمل إنك تعيش للمستقبل. وهنا تسأل نفسك سؤال: إزاي ألاقي الإيكيجاي؟ حاول تفتكر في مرة كنت بتعمل حاجة معينة وحسيت فيها إن الوقت عدى عليك من غير ما تحس، حاجة بتندمج فيها لدرجة إنك بتنسى كل حاجة حواليك وتعدي عليك الساعات من غير ما تحس بالوقت، ولما تخلص بتكون مستغرب وبتسأل نفسك إزاي الوقت ده كله عدى عليا وأنا مش حاسس. وده على العكس لما بتعمل حاجة مش بتحبها ولا مستمتع بيها، ساعتها هتحس إن الدقيقة بتعدي عليك وكأنها ساعة. فلازم تسأل نفسك ايه هي الحاجة اللي ممكن تقعد تعملها لساعات طويلة وتعدي عليك كأنها دقايق بسيطة. انا عن نفسي لما بمسك الكاميرا وابدأ اصور بدخل في حالة الوقت بيكون فيها بالنسبة لي معدوم، واقدر اقوله بمنتهى الثقة ان هي دي، وزي ما المؤلف ذكرها في الكتاب، حالة التدفق. وحالة التدفق دي هي اللي بتوصل للإيكيجاي. في الفيلم الوثائقي جيرو دريمز اوف سوشي، كان بطل الفيلم بيعمل سوشي يوميا ولمدة 80 سنة. كان عنده محل سوشي صغير قريب من محطة مترو في طوكيو، وكان كل يوم يروح هو وابنه الصغير يصطادوا السمك ويختار أجود أنواع السمك اللي هيصنع بيها السوشي. وبعد فترة طويلة اتكونت علاقة بينهم وبين المطبخ، وبقوا يدخلوا في حالة من التدفق لفترة طويلة، لحد ما بقى المطعم الصغير ده مشهور جدا. المطعم اللي مش بيستوعب أكتر من 10 أشخاص بقى أشهر مطعم سوشي في طوكيو. ورغم كل ده ما فكروش إنهم يفتحوا فرع تاني أو حتى يكبروا البيزنس بتاعهم، والسبب إن هدفهم ما كانش الفلوس، هدفهم كان صناعة السوشي اللي بتدخلهم في حالة التدفق اللي بيحبوا يعيشوها كل يوم. وكان مصدر التدفق ده هو الإيكيجاي بتاعهم. ممكن تقول ما يمكن بيحبوا شغلهم. هقولك طيب لو كانت شغلتك مملة كنت هتحبها ازاي؟ بيل جيتس مثلا بيحب يغسل الأطباق كل يوم، وبيقول إنه بيكون مستمتع جدا بالموضوع ده، ولما سألوه قال إنه بيساعده على تصفية ذهنه، وكمان بيقول كل يوم بحاول تأدية هذه المهمة بشكل أفضل. وده بياخدنا للمعتقد الياباني عن السعادة اللي بيقول إن أسعد الناس ليس هم من ينجزون مهاما أكثر، بل الذين يقضون وقتا أطول في حالة التدفق. فلو كنت عايز توصل للإيكيجاي بتاعك، حاول تلاقي الحاجات اللي ممكن تدخلك في حالة التدفق وتستمر فيها لوقت أطول. ولو كان عندك بالفعل مصدر واحد، فحاول تكتر المصادر على قد ما تقدر.
ممكن تكون جربت حاجات كتيرة وكانت بالنسبة لك جديدة بس ما حسيتش بالتدفق. الكاتب بيقولك الأول حاول تختار حاجات متوسطة، يعني لا تكون سهلة أوي تحسسك بالملل ولا تكون صعبة جدا تحسسك باليأس. تاني حاجة حاول تركز على حاجة واحدة بس على قد ما تقدر، وابعد نفسك عن التشتت في أكتر من موضوع زي مكالمة تليفون أو رسالة على الموبايل وكل الحاجات اللي ممكن تشغلك لوقت طويل وتبعدك عن تركيزك. العقل البشري بطبيعته مش بيستوعب إلا حاجة واحدة بس، ولو كنت فاكر إنك تقدر تنجز أكتر من مهمة في وقت واحد فالحقيقة هتكون كل المهام بتاعتك ناقصة وما اتعملتش على أكمل وجه. سنة 2014 دخل شخص موسوعة جينيز اسمه الاسكندر إيميتش لأكبر معمر في العالم عن عمر 111 سنة، فكان بيقول نمط حياتنا اللي بنعيشه بيلعب دور كبير في تشكيل حياتنا، والنقطة دي بتنقلنا لمفاتيح الشباب الدائم للمعمرين، وعايزك هنا تركز معايا لأنك على وشك إنك توصل للمفاتيح دي. المفتاح الأول الأكل، وهي الحاجة اللي كلنا بنحبها. في مقولة شائعة عند اليابانيين دايما بيقولوها قبل وبعد ما ياكلوا، وهي لا تملأ معدتك أكتر من 80%. وعشان صعب تقدر تظبط النسبة دي بسطها لك الكاتب وقالك إنك تبدأ توقف الأكل أول ما تحس إنك شبعت. سكان الجزيرة اللي كلمتكم عنها الخضروات بالنسبة لهم بتمثل 80% من أكلهم، وبياكلوا السمك مرتين في الأسبوع، ومش بياكلوا السكر، ولكن لو اضطروا بياكلوا سكر القصب، ومشروبهم المفضل هو الشاي الأخضر وزهور الياسمين. وعشان تعرف أهمية المشروب ده فهو بيقلل الكوليسترول وبيقوي مناعة الجسم، والأهم إنه بيخفف التوتر. والتوتر بيعتبر من الحاجات القاتلة للعمر الطويل. لعب البلاي ستيشن بالساعات في المطاردة والقتل، والفرجة على أفلام الرعب والأكشن، ومتابعة المباريات طول اليوم وشد الأعصاب، التوتر فيه خطر كبير على حياتك. والمفتاح الثالث والأخير هو النوم. الدراسات أثبتت إن النوم سلاح أساسي لمحاربة الشيخوخة، لأن في وقت النوم أجسامنا بتفرز مادة الميلاتونين، وهو هرمون موجود في جسمنا مضاد للأكسدة، بيقوي مناعة الجسم، وبيحتوي على مواد مضادة للسرطان، وكمان بيقلل ظهور أعراض الزهايمر، وبيكافح هشاشة العظام، وبيكافح أمراض القلب، وبالتالي وبإذن الله بيساعد في إطالة العمر. والنوم اللي جسمك بيحتاجه هو 8 ساعات يوميا على الأقل. الخلاصة ان مش ضروري كلنا يكون عندنا نفس الايكيجاي، لكن المهم ان الايكيجاي اللي بيخلي لحياتك معنى، لانه هيخليك تشوف الحياة بشكل مختلف وتكون من ركاب قطار العمر الطويل.